أهلا بيكم. النهاردة جايب لكم واحدة من أقوى قصص النجاح في التاريخ. قصة مؤثرة وصعبة، صعبة إنها تتصدق إنها قصة الكولونيل ساندرز، وإزاي عمل إمبراطورية كنتاكي وهو عنده 65 سنة. بس قبل ما نبدأ خلينا أسألك سؤال. عندك 25 سنة وحاسس إنك فاشل؟ وصلت ال40 ولسه بتكافح وحاسس إن الأوان فات على النجاح؟ طيب عاطل ومش لاقي شغل وحاسس إنك ملكش قيمة؟ بتبص على الناس الناجحة وتقول يمكن النجاح مش ليا؟ لو كانت إجابتك في أي واحدة من دول أيوة، فخلينا أوقفك هنا. أنت مش فاشل، وأنت ما فاتكش الأوان، ولسه عندك وقت. وأثبت لك ده النهاردة، لأن الكولونيل ساندرز، الراجل اللي عمل كنتاكي، فشل مرة واتنين وتلاتة طول حياته. وصل سن ال65 وهو مفلس، عاطل، مفيش أمل ومفيش مستقبل. لكن في سن ال65، السن اللي معظم الناس بتتقاعد فيه، هو عمل إمبراطورية بمليارات الدولارات. اسمع كويس، لأنك بعد ما تسمع قصته هتكتشف إن النجاح ملوش سن، وإن الفشل هو مجرد جزء من الطريق. انتوا في بودكاست ديتوكس، ويلا بينا ندردش في الموضوع ده ونحكي الحكاية دي مع بعض. يلا بينا نرجع بالزمن ليوم 9 سبتمبر 1890، لما اتولد ولد صغير اسمه هارلاند ديفيد ساندرز في بيت صغير في هنرفيل في إنديانا في أمريكا. من أول يوم حياته كانت صعبة. لما هارلاند كان عنده 5 سنين بس، حصل حاجة رهيبة. أبوه مات فجأة وساب أمه لوحدها معاها 3 أطفال. تخيل كده طفل عنده 5 سنين يصحى الصبح يكتشف إن أبوه مش راجع تاني أبدا. أمه قلبها كان مكسور، بس ما كانش عندها وقت تعيط. كان لازم تشتغل ليل ونهار عشان تأكل ولدها. وتعرف ده كان معناه إيه بالنسبة لهارلاند الصغير؟ إنه هو عنده 5 سنين بس كان لازم يهتم بالبيت كله. كان بيطبخ لأهله ويهتم بأخواته الصغيرين ويعمل كل شغل البيت. وهنا حصلت حاجة مذهلة. هارلاند اكتشف حبه للطبخ، بس ما كانش يعرف إن الحب الصغير ده للطبخ هيغير العالم في يوم من الأيام. هارلاند كان ولد ذكي، بس الحياة ما سمحتلوش يدرس. وهو عنده 7 سنين بدأ يشتغل في مزرعة، وعند 10 سنين كان شغال عامل مزرعة بدوام كامل. وتخيل كان بياخد كام؟ $2 في الشهر. أيوة، $2 بس عشان يشتغل الشهر كله. تتخيل حياته كانت صعبة ازاي؟ لما هارلاند وصل سن ال12 زهق. أمه اتجوزت تاني، وجوز أمه كان بيعامله وحش. في يوم من الأيام قرر إنه مش هيقدر يعيش هنا تاني، فوهو عنده 12 سنة بس هرب من البيت. ومن هنا حياته بقت أصعب. اشتغل محصل في ترام، واشتغل رجل إطفاء، اشتغل عامل في ماكينة بخار، واشتغل جندي في الجيش الأمريكي، اشتغل مندوب مبيعات، عامل في سكة حديد، ووكيل تأمين. اشتغل كل حاجة، لكنه فشل في كل حاجة. كل ما كان بيحاول يستقر في شغلانة، حاجة كانت بتبوظ. كان بيترفد كذا مرة، وكان بيفلس مرة ورا مرة. لما وصل سن ال40 لسه ما كانش معاه أي حاجة. لكن أخيرا وهو عنده 40 سنة جات له فرصة في محطة بنزين صغيرة في كنتاكي. قال لنفسه دي فرصتي، وبدأ يبيع فراخ مقلية للمسافرين. وتعرف إيه؟ الناس حبت الفراخ بتاعته جدا. بالتدريج الكلام انتشر، وناس أكتر وأكتر بقوا بيجوا عشان ياكلوا الفراخ المميزة بتاعته. بعد كل الفشل ده كان باين إن حياته أخيرا بتتغير. بس بعدها حاجة رهيبة تانية حصلت. الحكومة عملت طريق سريع جديد، والمحطة بتاعته طلعت بره الطريق. وبكده محطة البنزين بتاعته خلصت. مرة تانية بقى مفلس، عاطل ويائس. لكن هنا بقى اللي بيميز الكولونيل ساندرز إنه ما كانش راجل عادي، كان محارب. بدل ما يستسلم قرر إنه يبدأ من جديد. بس الحياة ما خلصتش اختباراتها ليه. بعد ما خسر محطة البنزين والمطعم بتاعه، ساندرز كان لازم يلاقي أي شغل علشان يعيش. وهو عنده 44 سنة
اشتغل طباخ في كافيتيريا صغيرة، وهو عنده 48 سنة اشتغل غسال أطباق، وهو عنده 50 سنة اشتغل مدير فندق. بس كل مرة كان بيفتكر إنه لقى الاستقرار حاجة كانت بتبوظ، وكان بيترفد وبيخسر فلوس، بيضطر ينقل لمكان جديد. مفيش حاجة كانت بتنفع، حتى إنه حاول يفتح مطعم تاني بس حريق ولع فيه. تخيل كده، تخسر أبوك وانت عندك 5 سنين، تضطر تشتغل وانت طفل، تهرب من البيت وانت عندك 12 سنة، تشتغل أكتر من 20 شغلانة وتفشل فيهم كلهم، تبدأ أول مشروع ليك وانت عندك 40 سنة ويفشل، تحاول مرة تانية ويتحرق. معظم الناس كانوا هيستسلموا لحد هنا، كانوا هيقولوا يمكن أنا مكتوب عليا أعيش فقير. لكن ساندرز لأ، رفض يصدق إنه فاشل. مع إن حياته كانت متلخبطة، كان في حاجة واحدة عنده ما كانتش عند أي حد تاني: وصفة الفراخ المقلية السرية بتاعته. الوصفة دي كانت مميزة جدا، والناس كانوا بيحبوا الفراخ بتاعته. فجات له فكرة، بدل ما يفتح مطعم تاني فكر: ايه رأيك لو ابيع وصفتي لأصحاب المطاعم واخد عمولة بسيطة على كل قطعة فراخ يبيعوها؟ كانت فكرة مجنونة، محدش عمل كده قبل كده، بس ساندرز ما كانش عنده حاجة يخسرها. هو بالفعل كان مفلس، هو بالفعل كان بيفشل. فهو عنده 62 سنة خد وصفة الفراخ بتاعته ولبس بدلته البيضة وبدأ يخبط على البيبان. يروح للباب اللي بعده يضحكوا عليه، يروح للباب اللي بعده يقولوا له امشي، يروح للي بعده يقولوا له ده عمره ما هينجح. وده كان بيحصل مرة ورا التانية، 10 مرات، 50 مرة، 100 مرة، لكن مستمر. الراجل ده في سن ما الناس كانوا بيتقاعدوا فيه، هو كان بيسافر في أمريكا، ينام في عربيته، ياكل وجبات رخيصة، ويواجه الرفض كل يوم. بعد 1009 مرة رفض، أخيرا صاحب مطعم قال أيوة، وده كان كل اللي محتاجه. أول أيوة غيرت كل حاجة. بالتدريج واحد ورا التاني من أصحاب مطاعم أكتر وأكتر وافقوا يستخدموا وصفته. فكرته كانت بتنجح، والناس بدأت تحب الفراخ بتاعته. وبعدها وهو عنده 65 سنة حصل حاجة مش ممكن تصدقها. رجل أعمال شاف اللي ساندرز بيعمله وعرض إنه يستثمر في فكرته. مع بعض عملوا كنتاكي فرايد تشيكن، وبكده الراجل اللي كان مفلس وعاطل وهو عنده 62 سنة بقى عنده مشروع بملايين الدولارات وهو عنده 65 سنة. تخيل كده، في يوم تبقى فقير ومحدش بيحترمك والكل بيضحك عليك، وفجأة تبقى مؤسس علامة تجارية عالمية. دي كانت بداية حاجة ضخمة. الكولونيل ساندرز أخيرا نجح وهو عنده 65 سنة، السن اللي معظم الناس بيطلعوا في معاش أو قبل كده كمان. هو بنى كنتاكي من لا شيء. نفس الراجل اللي خسر كل حاجة كذا مرة بقى مؤسس اللي هيتحول لواحدة من أشهر سلاسل المطاعم في العالم. طريقة ساندرز المميزة في قلي الفراخ ب11 نوع من الأعشاب والتوابل السرية كانت حاجة محدش دقها قبل كده. كانت مقرمشة طرية مليانة طعم. الناس بدأت تعمل طوابير قدام المطاعم عشان بس يدوقوها. في خلال سنين قليلة كنتاكي بقى ليها مئات الفروع في أمريكا كلها. لما ساندرز وصل لسن 73 كنتاكي بقى ليها أكتر من 600 مطعم. حلمه كان أخيرا بيتحقق، لكن كان في مشكلة كبيرة. الكولونيل ساندرز ما كانش رجل أعمال، هو كان طباخ. كان بيحب يعمل الفراخ وبيحب يخدم الناس، لكن كان بيكره التعامل مع مشاكل البيزنس. إدارة شركة ضخمة كانت أكبر من قدراته. كان عجوز وتعبان، قضى حياته كلها بيكافح
ودلوقتي حتى بعد ما حقق النجاح لسه مش مرتاح. كان بيسافر في أمريكا كلها علشان يحاول يدير كل حاجة، بس كان حاسس إنه بيفقد السيطرة. الشركة كانت بتكبر بسرعة جدا، وهو كان أكبر من إنه هو يتحمل المسؤولية لوحده. عشان كده خد قرار كبير في سنة 1964 وهو عنده 73 سنة. ساندرز قرر يبيع كنتاكي، باعها لمجموعة مستثمرين ب2 مليون دولار. ممكن ما يكونش مبلغ كبير دلوقتي، لكن وقتها 2 مليون دولار كانوا مبلغ ضخم. بقيمة النهاردة يبقوا حوالي ما يقلش عن 20 مليون دولار. بس هنا بقى الجزء الصادم، هو باع كنتاكي ب2 مليون دولار بس، لكن النهاردة قيمة كنتاكي أكتر من 15 مليار دولار. أيوة، أنت سمعت صح. العلامة التجارية اللي هو عملها كانت قيمتها آلاف المرات أكتر من اللي باعها بيها، والقرار ده فضل يطارده بقية حياته. بعد ما باع كنتاكي، الكولونيل ساندرز فكر إنه أخيراً هيستريح ويستمتع بحياته. كان معاه فلوس، شهرة ونجاح، لكن كانت في مشكلة كبيرة. الملاك الجداد بتوع كنتاكي بدأوا يغيروا حاجات، بدأوا يقللوا جودة الفراخ ويستخدموا مكونات أرخص عشان يكسبوا أكتر. ولما ساندرز شاف اللي بيحصل اتجنن، حس بالخيانة. كنتاكي كانت شغل عمره، هو عانى 65 سنة عشان يبني حاجة مذهلة، ودلوقتي في خلال سنين قليلة رجال الأعمال دول بيبوظوا كل حاجة. حتى لو كان باع الشركة ما قدرش يسكت، بدأ ينتقد كنتاكي علنا، لدرجة إنه قال الحاجة اللي بيقدموها النهاردة دي مش وصفتي، دي حاجة رهيبة. لكن مهما اشتكى ما قدرش يرجع الشركة. كان فات الأوان، هو باعها، ودلوقتي كان لازم يعيش مع القرار ده، وده بقى أكبر ندمه في حياته. حتى بعد ما باع كنتاكي، ساندرز ما وقفش شغل، كان لسه عنده شغف بالأكل، ففتح مطعم تاني اسمه بيت عشاء كلوديا ساندرز على اسم مراته. بس قانونيا ما كانش ينفع يستخدم اسم كنتاكي تاني، ومع ذلك فضل يسافر في العالم، يزور فروع كنتاكي، يقابل المعجبين وينشر قصته. بقى واحد من أشهر وأحب رجال الأعمال في العالم. الناس شافته كرمز للمجهود وعدم الاستسلام، وإثبات إن النجاح ملوش سن. لكن ساندرز كان وقته بيخلص في سنة 1980 وهو عنده 90 سنة. الكولونيل ساندرز مات. حياته كانت رحلة من الألم والكفاح والفشل والنجاح. عاش كل ده، خسارة أبوه وهو عنده 5 سنين، الهروب من البيت وهو عنده 12 سنة، اشتغل أكتر من 20 شغلانة وفشل في معظمهم، بداية أول مشروع وهو عنده 40 سنة وخسارته، الإفلاس وهو عنده 62 سنة والنوم في عربيته، الرفض 1009 مرة قبل ما ينجح، تحوله المليونير وهو عنده 73 سنة، الندم على بيع شركته لكنه ساب وراه إمبراطورية. النهاردة كنتاكي ليها أكتر من 27 ألف مطعم في أكتر من 150 دولة. هي واحدة من أكبر ماركات الأكل في العالم، وكل ده بدأ براجل عجوز واحد رفض إنه يستسلم. طب تعالوا نشوف إيه الدروس اللي ممكن نتعلمها من قصة الراجل ده. أول حاجة إن السن مجرد رقم. الكولونيل ساندرز ما نجحش غير وهو في الستينات من عمره، وده بيورينا إن عمره ما بيكون فات الأوان إنك تبدأ تتغير أحلامك. تاني حاجة إن الفشل ما هوش النهاية، لأن ساندرز واجه رفض ورا رفض، لكن بدل ما يستسلم فضل يكمل، يتعلم من كل فشل ويطور استراتيجيته. تالت حاجة إن المثابرة ليها تمن. ساندرز اترفض 1009 مرة، معظم الناس كانوا هيستسلموا قبلها بكتير قوي، لكنه فضل يكمل، والمثابرة دي ليها تمن في النهاية. رابع حاجة، اتبع شغفك. ساندرز كان عنده شغف بالطبخ،
وتقديم الأكل اللذيذ. الشغف ده هو اللي كان بيحركه حتى في أصعب الأوقات. خامس حاجة، آمن بنفسك. على الرغم من إنه واجه عقبات كانت ممكن تكسر معظم الناس، ساندرز آمن بنفسه وبمنتجه، ورفض إنه يخلي آراء الناس تحدد مستقبله. قصة الكولونيل ساندرز هي مثال حي على اللي ممكن يحصل لما ما تستسلمش. سواء عندك 25 سنة أو 65 سنة، انت عندك القدرة انك تغير حياتك، تقدر تتحكم في مستقبلك وتخلي أحلامك حقيقة. الحاجة الوحيدة اللي واقفة في طريقك هي قرارك، إذا هتكمل ولا تستسلم لما الأوقات تبقى صعبة. فلو بتواجه صعوبات دلوقتي، افتكر انت مش لوحدك، لسه تقدر تحقق أحلامك، ومهما كان سنك لسه عندك وقت تنجح. ما تنسوش تعملوا شير لأي حد ممكن يستفيد من القصة دي، واشتركوا في القناة عشان ما يفوتكمش حلقات جاية، وخليكوا دايما ماشيين لقدام.